في منتصف التسعينيات، كان هناك شاب يدعى حسام يعيش في حي شعبي في القاهرة. قرر حسام أن يستأجر شقة في أحد المباني القديمة التي تقع في شارع جانبي هادئ. كانت الشقة غير مكلفة، لكن هناك شيء غريب كان يلف المكان. كان جميع الجيران يتجنبون التحدث عن الشقة التي كان يقطنها حسام، وكلما سألهم عنها، كانوا يكتفون بالإجابة ببعض الإشارات الغامضة. في الأيام الأولى من سكنه في الشقة، لم يشعر حسام بأي شيء غير طبيعي. ولكن مع مرور الوقت، بدأت الأمور تتغير. بدأ يسمع أصواتاً غريبة تأتي من الجدران، مثل دقات خفيفة أو همسات غير مفهومة. في البداية ظن أنها أصوات من الشقق المجاورة، لكنه بدأ يلاحظ أن الأصوات تزداد حدتها في ساعات الليل المتأخرة. وفي إحدى الليالي، بينما كان يجلس في غرفته يقرأ كتاباً، شعر بشيء غريب في الجو. كان هناك برودة شديدة في المكان، رغم أنه كان موسم الصيف وكان الجو حاراً جداً في الخارج. فجأة، انطفأت الأنوار في الشقة كلها، وعندما حاول تشغيل الكهرباء، لاحظ أن المصابيح لا تعمل على الإطلاق. بعد قليل، سمع حسام صوت خطوات ثقيلة قادمة من الردهة، ثم صوت باب يفتح ببطء. عندها شعر بشيء من القلق وقرر الخروج من الشقة للتحقق من الأمر. وعندما فتح الباب، وجد الممر فارغا تماما، لكن الهواء كان ثقيلا، وكأن المكان كله مشبع بشيء غريب. توالت الأحداث الغريبة بشكل متسارع. بدأ حسام يلاحظ أن الأثاث يتحرك من مكانه دون أن يلمسه أحد. وأحيانا كان يفيق ليجد نفسه في أماكن مختلفة داخل الشقة دون أن يتذكر كيف وصل إليها. وفي إحدى المرات، شعر بشيء ثقيل يضغط على صدره أثناء نومه، كأن هناك من يجلس على صدره، وكان لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي. قرر حسام أن يتحدث مع الجيران حول ما يحدث له. ففاجأه أحدهم بإجابة صادمة: هذه الشقة كانت مسكونة من قبل. كان هناك رجل مسن يعيش فيها قبل سنوات، وكان يختفي دائما لعدة أيام ثم يظهر فجأة في حالة غير طبيعية. وفي أحد الأيام، اختفى تماما، ولم يعرف مصيره أبدا. منذ ذلك الحين، بدأ الناس في الحي يشعرون بشيء غريب في تلك الشقة. بعد أن علم بتلك القصة، بدأ حسام يشعر بالرعب الشديد وقرر ترك الشقة. لكنه لم يكن يعلم أن الخوف سيلاحقه إلى الأبد. فعندما انتقل إلى شقة أخرى، بدأ يرى نفس الظلال الغريبة والأصوات الغامضة، حتى وإن كان في أماكن أخرى. يقال أن الأرواح التي لا تجد السلام في أماكنها قد تلاحق من يعانون من حالة خوف أو قلق، وهذا ما كان يحدث لحسام، الذي لم يقتصر الأمر على شقته، بل كان يشعر به في كل مكان يدخل إليه. لا تزال تلك القصة تتردد بين سكان الحي، حيث يتحدثون عن البيت المسكون في ذلك الشارع القديم الذي كان يلفه الظلام والسرية، وتظل تلك الأحداث محطا للحديث والخوف حتى اليوم.